بن شرقي وتفاصيل رسمية مهمة جدا جدا، وأيضا تعرف على حارس الزمالك وبيراميدز يخطف حارس الزمالك، وتفاصيل أيضا نارية وكثيرة ومهمة، والإعلامي السعودي وليد الفراج، وتفاصيل وبوست كده وتويتة وكلمتين لازم نرد عليهم، ومتيابة مواقف متيابة وماذا يحدث مع متيابة. كل ده هتعرفه من خلال هذا البث المباشر من خلال صفحتك، صفحة محمد عبد الله ومادو. في بداية الفيديو على طول اثبت حضورك بلايك، شير الفيديو، وما تنساش تعمل متابعة لو أول مرة تتابعنا. بنتشرف جدا جدا بمتابعة حضراتكم. وعلى طول كده هنخش في موضوعنا على طول، علشان الناس اللي بتقولي المقدمة بتطول، المقدمة بتعمل، بس حضراتكم يا ريت تعملوا لايك على طول علشان خاطر الفيديو يوصل لكل المتابعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على طول كده، وكلمتين من الإعلامي وليد الفراج ردا على الناقد الرياضي خالد بيومي. كأستاذ خالد بيومي أو كابتن خالد بيومي من الناس اللي أنا بعزها جدا جدا والمحترمين واللي بتشرف بمتابعتهم، دايما بنلاقيه هنا موجود معانا في اللايف، فدايما يعني بنحب الراجل ده. الراجل طلع وقال ضد فكره تهميش الدوري المصري بتاريخه الكبير باقامه مباراه للدوري خارج الملاعب المصريه، نكتفي بالكاس والسوبر اسوا بكل دول العالم، انهم يعني يتلاقوا بره مصر. فرد عليه الاستاذ وليد الفراج، قال له طبعا ده اللي هو كان لسه بيقلل من كام شهر من قيمه الديربي، وان الديربي بتاع الزمالك والاهلي مش عارف ايه وكلام كده. فالراجل جات له على الطبطاب، راح داخل قايل فكرة إقامة مباراتين ديربي كرة قدم مصرية خارج مصر ستصب في مصلحة إعادة تعزيز قمة الأهلي والزمالك في العالم العربي مرة أخرى بعد ثبات استمر سنوات طويلة. واعتقد ان اخونا خالد بيومي حسبها غلط، ولو حسبها بحجم استفادة الناديين ماليا وسعادة اكبر جالية مصرية خارج مصر والتي تستضيفهم السعودية بكل ترحاب لربما كان له رأي اخر. ولكن هي ان الحكاية ان المباراة في الرياض وجدة قد ازعجت البعض. يا عم تتعمل مرة ما تضرش ولا ايه؟ ما تبقاش حساس يا صديقي. والله يا استاذ وليد، يعني الاعلامي الكبير وليد الفراج، كل التحيه والاحترام والتقدير. رساله لحضرتك، اتمنى كل اللي في الفيديو يعمل لايك شير الكلام ده، علشان هقول حاضر يا محمد فتحي. محمد فتحي يا جماعه منور اللايف، ومحمود عزت كمان منور اللايف، ومحمود عطا منور اللايف، وهاني منور اللايف. حبيبي يا كريم، انت اللي حبيبي. اتمنى بقى من كل موجود دلوقتي يعمل لايك ويشار الكلام ده عشان نفسي يوصل للاستاذ وليد الفراج. اولا حضرتك بتقول ان الماتش لما يتلعب بره العالم العربي هيرجع يركز مع قمة الزمالك والاهلي. لا، حضرتك فاهم غلط. الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك لو ما كانش ديربي الشرق الاوسط ما كنتش حضرتك واخواتنا في السعودية دفعتوا فيه ارقام كبرى علشان تاخدوا الماتش يتلعب عندكم. يعني اكيد حضرتك مش هتجيب ماتش تعبان علشان تدفع فيه كل الفلوس دي. فاكيد حضرتك عارف كويس جدا ان قيمه ديربي الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك هو الديربي الاعرق في مصر وافريقيا والوطن العربي والقاهره عفوا افريقيا واسيا. في ايه تاني؟ في الشرق الاوسط كله. تمام. ومن اهم 10 ديربي في العالم ومصنف بكده، وده مش كلام ماضي ولا كلام المصريين. فاتمنى حضرتك بس تبقى عارف النقطة دي. واكيد يا استاذ وليد يا فراج، طبعا احنا مبسوطين جدا اللقاء هيبقى عند اخواتنا في السعودية، مفيش اي مشكلة في ده، والموضوع مش فتنة ولا اي حاجة. كل الموضوع ان جحا اولى بلحم طوره زي ما بيقولوا، واحنا كنا اولى بتنظيم هذا الحدث بحضور جماهيري. لكن يعني احنا عارفين قيمة نفسنا كويس قوي، علشان كده قيمتنا مهما تدفع فيها فلوس يعني قليله على قيمه يعني 8 مليون دولار اللي حضرتك هتدفعهم عشان ماتشين، واحتمال يزيدوا يبقوا 10 مليون دولار، سواء بقى مليون في الماتش للزمالك، يعني 2 مليون للزمالك و2 مليون للاهلي و8 مليون لرابطه الانديه. اكيد حضرتك مش هتدفع الرقم ده، ولا اخواتنا في السعوديه ولا هيئه الترفيه هتدفع الرقم ده علشان خاطر ماتش ضعيف او ديربي زي ما بتقول كده بعيدا عن رونقه. يعني لا، حضراتكم ما بتدفعوش غير في اللي انتوا عارفين ان هو ليه قيمه غاليه جدا وقيمه تاريخيه لا تشترى باموال الدنيا. لكن نيجي عندكم مره يا سيدي وكلنا اخوات ومفيش مشكله. فكان بس لازم اقول الكلمتين دول للاستاذ وليد الفراج. واعتقد الكلمتين دول مش بيمثلوا ماضو ولا بيمثلوا الزملكاويه ولا بيمثلوا الاهلاويه، دول بيمثلوا كل مواطن مصري. طيب
اثبت حضورك بلايك، شير الفيديو في كل مكان. عايزين كده على طول نوصل الفيديو ده يا رجاله ل 10000 لايك. ولو اول مره تتابعنا يا ريت تكون عامل متابعه، ويا ريت الكلام اللي قلته ده يبقى موجود في كل جروبات الزمالك والاهلي والنبي، علشان الرد ده كان مهم وكان لازم يخرج للجميع. طيب عندنا بقى دلوقتي قصة محمد صبحي. بيراميدز يغري محمد صبحي. ايه يا عم مادو اللي بيحصل؟ اقول لحضرتك ايه اللي بيحصل. حبيبي والله شكرا يا اشرف عيد اسد، ربنا يخليك يا حبيبي. محمد اسد بيقول لي ضروري نعمل فيديو سوا. ليه ضروري يا عم؟ صباح الفل، وقول لي عايز ايه. مادو العالمي حبيبي يا ابراهيم يا عصام، تحياتي ليك. خالد سمير شاهين صح كلامك يا ابو المجال، ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. عصمت شعبان مساء الخير يا مادو، انا بحترمك ولانك محترم، بس انا مش موافق. ايه معلش التعليق جري، بس انا مش موافق على لعب الديربي خارج مصر. عاش الاهلي. بص يا استاذ عصمت، يعني قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وحشني يا مادو والله حبيبي. يا استاذ احمد يعلي على راسي، حضرتك كمان. بابا المجال شكرا. لا انا هقرا تعليقاتكم بعد ما اخلص، اكتبوا تعليقاتكم ونقراها اول لما اخلص. طيب نخش في قصه بيراميدز يخطف حارس الزمالك. والله يعني يا بيراميدز انت حبايبنا، اول مره تبقى بتخطف لعيب من عندي وابقى طالع مبسوط. تمام. ايه يا عم اللي بيحصل؟ بيراميدز عرض على محمد صبحي ما يقرب من 4 أضعاف راتبه في نادي الزمالك. المعلومة اللي عندي ان الزمالك اصلا مش عايز يجدد لمحمد صبحي، فاعتقد ان محمد صبحي حارس الزمالك يقترب بشدة لنادي بيراميدز، والقصة وما فيها هي مسألة وقت نهاية الموسم. هنشوف اكتر من لاعب من الزمالك في بيراميدز. اعتقد ان هم هيبدأوا بمحمود علاء اللي موقع في بيراميدز، وايضا محمد صبحي. وده مش عيب يا جماعه ان احنا نقول موقع، الراجل موقع في وقته القانوني فما فيش اي مشكله، وربنا يوفقه. محمود اخ عزيز ليا وصديق محترم جدا، ومن اكتر اللعيبه المؤدبه اللي انا اعرفها، ويمكن الضغوطات اللي هو اتعرض لها كتير، يعني ضغوطات كتير جدا. طيب ايه اللي بيحصل كمان وايه التفاصيل اللي عندنا كمان؟ لسه عندنا يا جماعه تفاصيل كتير قوي. محمد ابو جبل ورامز جلال وشوبير. طبعا هتكلم عن بن شرقي في الاخر عشان الناس كلها تكون موجوده وكل الناس تكون حضرت معانا الفيديو. محمد ابو جبل وشوبير، ايه يا عم اللي حصل؟ محمد ابو جبل النهارده اخ برضه عزيز وحبيبي وصديقي، وبيزعل مني لما بنتقد، بس انا والله يا ابو جبل مش بنتقد ولا هنتقد. انا اكتر حاجه بحبها في ابو جبل ثقته في نفسه. يعني انت عارف يا ابو جبل انا بحبك وعارف انك هتشوف الفيديو ده، سواء انت واخوك طبعا ليكم كل الاحترام والحب. ايه يا ابو جبل الكاريزما دي؟ احب انا قوي الشخصيه اللي بص اللي بيشوف نفسه كويس. ناس هتشوفها غرور، ناس هتشوفها مش غرور، ناس هتشوفها ده عم مجنون، ناس هتشوفها لا ده حلو. انا هقول لك حاجه، عمر ما الناس هتحترمك غير لما انت تحترم نفسك وتشوف نفسك مهم. اقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه يا متفرج يا صديقي، انا لو مش شايف نفسي راجل شاطر قوي في المجال بتاعي ما كنتش انت هتقعد تتفرج عليا دلوقتي. لو مش شايف نفسي ومصدق نفسي ان انا مثلا من اهم 10 بيقدموا محتوى رياضي في مصر، حضرتك ما كنتش هتشوفني دلوقتي. لو مش مصدق نفسي ان انا في يوم من الايام هكون في مكانة إعلامية كبيرة جدا وهكون متربع كمان على الساحة بعد 10 سنين مثلا، مش هتكون بتتفرج عليا دلوقتي. طبعا كل شيء بمشيئة الله. فده اللي انا حابه في ابو جبل، ان ابو جبل بيصدق نفسه، بيحب نفسه، بيشوف نفسه كويس، وبيقدر ان هو يتغلب على النقد. ويمكن الناس بتستخدم ده كوميكس، بس انا فعلا النهارده عجبني قوي رد ابو جبل لما بيتضرب بالبتاع، بينزل له التعبان وبيقول له ولا التمساح ده بيقول له حارس مصر الاول، فشوبير قال الشناوي، والشناوي حاليا طبعا هو احسن حارس في مصر قبل الاصابه. طب بعد ما ده حصل راح ابو جبل قال له لا انا احسن حارس في مصر. فعجبني قوي. بص الراجل عارف هو بيعمل ايه، وعجبني كلامه وذكائه كمان في ان هو ما اتهمش كابتن شوبير انه ليه حاجه او هو السبب في القصه دي وبتاع، ورماها كده وايه، واللي يشوفها اللي على مقاسه ياخدها يعني. طيب احنا دلوقتي كام يا جماعه بقى؟ 600 في اللايف. انا مش هتكلم في قصه ابو جبل غير لما اشوف 600 لايك معمولين حالا كده، 600 لايك و600 عشا الزمالك و600 شير كمان. ليه؟ عشان هقول لك تفاصيل في بن شرقي، اشرف بن شرقي، وتفاصيل حصريه ومن الاخر. واللي بقوله لك ده علشان ايه؟ زي ما بنقول كده يبقى خلصنا كل الهري وكل الرغي وكل الكلام. انا بس مش عارف هو انتوا عملتوا لايك ولا لا؟ انا مش شايف اي لايك بيتعمل خالص. يا ريت بس تعملوا لايك كده
واللي يكتب، اللي يعمل لايك يعمل لي تم، واللي اول مره يتابعنا يعمل متابعه برضو عشان نبقى مبسوطين دايما بوجودكم ونتشرف بيه. طيب ايه يا عم اللي حصل في قصه اشرف بن شرقي؟ اللي اقوله لك ده مش توقع، ولا هو حد حكي لي، ولا هو حد قايل لي بقول لك يا ماضي ممكن يحصل. متيابه قبل اشرف بن شرقي، عفوا متيابه يا جماعه. نادي الزمالك الراجل ما رجعش في ميعاده، الزمالك غرم متيابه خلاص، رسمي الكلام اللي بقول لكم، الزمالك مغرم متيابه، وبعت للسفاره النهارده علشان خاطر يتاكد، يستعجل التاشيره ويستعجل الحاجات، علشان لو اللاعب بيعمل كده عشان ما بيشاركش اساسي. فكل ده هيبان خلال الساعات القادمه. لكن اعتقد متيابه يا جماعه مؤدب جدا، متيابه ولد صغير جميل، انا قابلته واول واحد استقبله في مصر كنت انا، فاعتقد ان هو اللي حاصل بس ايه شويه اوراق. ومتيابه فعلا من الناس الخام في الحياه، يعني متيابه ده من اقدم اللعيبه اللي شفتها في حياتي، وطفل يعني لسه طفل بيتكسف بيخاف بيعمل، الله اعلم بقى الدردح في مصر. انا ما شفتوش من بعد اما دخل الزمالك، او بمعنى اصح يعني الكلام كله خفيف. لكن اتمنى من قلبي يعني ان القصه تكون ما فيهاش اي نوع من انواع التمرد او الهروب او الكلام ده، ويا عم وخلاص حصل خير. ليه محمد عاطف مش هيلعب؟ مش بيلعب، ان شاء الله هيلعب يا عبد الرحمن. انا بحبك قوي يا مادو حبيبي علاء يا محمد، وانا بحبك. ماشي، انا بحبك حبيبي علاء والله، وانا بحبك اقسم بالله، وبحبكم كلكم كلكم كده على راسي. طيب كله عمل لايك؟ فين ال 650 اللي هنا يا جماعه؟ 650 واحد مش عاملين غير 200 لايك. 650 يا باشا، اعمل لايك كده وشير الكلام ده على طول. طبعا لا ما عملتش لايك، بس هما بيتضايق، في ناس بتتضايق قوي فانا بحب ارخم عليهم. لا بجد والله اقول لكم حبيبي يا رضا انا بحبك. التعليقات عندي بتقف كده ما اعرفش ليه، ما بتظهرش، وفجاه تضرب بيجروا يطلعوا يجروا مني. طيب عشان ما اطولش عليكم، واللي مستعجل على التراويح يلحق. والقصه ايه في قصه اشرف بن شرقي؟ اربط الأحزمة، علي الموبايل، 10 ثواني هخلص لك القصة. اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لن يعود لنادي الزمالك مجددا. نقطة. اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لن يعود لنادي الزمالك مجددا. نقطة. شد سطر على اشرف بن شرقي، شد سطر على قصة اشرف بن شرقي وتفاصيل اشرف بن شرقي، وجاي مش جاي ونفضل عمالين نقول هيجي ونفضل نتمنى ونفضل نعمل. انا بجيب لك من الاخر بس خلاص عشان حضرتك تبقى عارف وتبقى شايف القصة. تمام. عموما ان شاء الله باذن الله القادم يكون خير، وربنا يعوض علينا في اللعيبه اللي راحت مننا كتير قوي قوي. واهم من كل ده نجدد لزيزو ونروح نكسب الماتش، ناخد ال 2 مليون دولار، وربنا كريم ان شاء الله. دمتم في امان الله ورعايته. اوعى تنسى تعمل لايك ومتابعه لو اول مره تتابعنا، وشير الفيديو في كل مكان. شكرا لتعليقاتكم الجميله، هخش ارد عليكم واحد واحد. اكتبوا تعليقاتكم دلوقتي وانا هرد عليكم جميعا، وان شاء الله القادم يكون خير، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.